أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة حول الأولمبياد. Guess who's competing at the Olympic Games this year? It's none other than the Blue Blur. تم إنشاء الأولمبياد الحديث في عام 1896 بعدما تم إلهامهم بالألعاب الأولمبية القديمة التي كانت تقام في اليونان القديمة منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وتعقد الأولمبياد كل 4 سنوات في مدينة مختلفة حول العالم. تسمى المدينة المستضيفة باء المدينة المضيفة، حيث ستستضيف هذه السنة باريس الحدث وتستعد لاستقبال الرياضيين والجماهير من جميع أنحاء العالم. رمز الأولمبياد يتكون من 5 حلقات متداخلة بألوان: الأزرق، الأصفر، الأسود، الأخضر، والأحمر على خلفية بيضاء. تمثل هذه الحلقات القارات ال5 وتعبر عن الروح العالمية للألعاب الأولمبية. تعتبر الشعلة الأولمبية رمزاً هاماً في الأولمبياد، حيث تشتعل في اليونان وتحمل بشكل استمراري حتى تصل إلى المدينة المضيفة باريس، حيث تستخدم لإشعال شعلة الأولمبياد. في الأولمبياد، تشارك دول من جميع أنحاء العالم لتمثيل أفضل رياضيها في مجموعة واسعة من الرياضات. فأكثر الدول مشاركة في الأولمبياد، بناء على عدد الرياضيين والميداليات التي تحققوها، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر واحدة من أبرز الدول في الأولمبياد بسبب الإنجازات الكبيرة في مختلف الرياضات، حيث تحتل المركز الأول بين الدول الأكثر حصد للميداليات الألمبية، حيث حققت 2629 ميدالية متنوعة، منها 1061 ميدالية ذهبية. روسيا تعتبر من القوى الكبرى في الأولمبياد، وتنافس تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية في بعض الدورات، وهي تحتل المركز الثاني برصيد 1624 ميدالية. وألمانيا تعد من الدول القوية في الأولمبياد بمشاركة واسعة في الرياضات الفردية والجماعية، وتحتل المركز الثالث باء 1386 ميدالية. وبريطانيا تحقق نجاحات ملحوظة في مختلف الرياضات، وخاصة في الألعاب القوى والإبحار والركبي، وتحتل المركز الرابع باء 916 ميدالية. والصين تحتل مكانة بارزة في الأولمبياد، خاصة في الرياضات مثل الجمباز والسباحة والرماية، وتحتل المركز الخامس باء 637 ميدالية. وغاب العرب عن أول 5 نسخ في الأولمبياد، بعدما أطلقت البطولة لأول مرة في عام 1896، علماً بأن أول مشاركة عربية في الألعاب الأولمبية من خلال دورة ستوكهولم 1912. ونال المصري أحمد حسني شرف أن يكون أول عربي يشارك في الألعاب، وذلك في دورة عام 1912 في ستوكهولم. وبدأ الحصاد عن طريق رفع الثقال بواسطة المصريين، تحديداً في دورة أمستردام عام 1928، قبل أن تصبح رياضة ألعاب القوى منارتهم المؤدية لأعلى منصات التتويج في الدورات الحديثة. وتوقفت الألعاب الأولمبية في دورتي 1940 و 1944 بسبب الحرب العالمية الثانية، مع عودة الألعاب الأولمبية في دورة لندن عام 1948، التي شهدت مشاركة كل من العراق وسوريا ولبنان لا ولا مرة، بالإضافة لمصر. ومن الخمسينات وحتى الألفية الجديدة، نجحت دول المغرب والجزائر وتونس في حصد ألقاب على مدار تاريخ مشاركاتهم في كل النسخ. ودخلت قطر من خلال أولمبياد طوكيو قائمة الدول العربية المتوجة بالذهب بفضل ذهبيتي معتز برشم في الوثب الثلاثي وفارس إبراهيم في رفع الأثقال. وبلغ عدد ميداليات العرب في الأولمبياد عبر التاريخ 130 ميدالية، موزعة على 15 دولة، بينهم 5 دول لم ينالوا أي ميداليات ذهبية. تمكنت 14 دولة عربية فقط في الحصول على ميداليات أولمبية عبر التاريخ،
تتصدرها مصر التي حصلت على 38 ميدالية، منها 8 من الذهب و11 فضة و19 برونزية. تليها المغرب ب24 ميدالية، منها 7 ذهبيات فاز بها كل من سعيد عويطة وهشام الكروك بذهبيتين، ونوال المتوكل وإبراهيم بوطيب وخالد السكاح وسفيان البقالي بذهبية و5 فضيات و12 برونزية. ثم جاءت الجزائر ب17 ميدالية متبوعة بتونس 15 ميدالية. فالأولمبياد هو حدث رياضي عالمي يجمع بين الرياضيين من مختلف دول العالم للتنافس في مجموعة واسعة من الرياضات. قائمة ببعض الرياضات الرئيسية التي تلعب في الأولمبياد. أولاً، ألعاب القوى، تشمل الجري والقفز والرمي، وتتضمن فروعاً مثل سباقات السرعة وسباقات العقبات والوثب الطويل والرمي بالجلة. ثانياً، السباحة، تشمل سباقات مختلفة في المسابقات الفردية والجماعية، مثل سباقات الفراشة والظهر والحرة. ثالثاً، التنس، تتضمن فئات الفردي والزوجي للرجال والسيدات. رابعاً، الكرة الطائرة، تتنافس الفرق في مباريات بين دول. خامساً، كرة القدم، تعرف بشكل عام باسم كرة القدم في الأولمبياد، وهي من الرياضات الأكثر شعبية. سادساً، التجديف، تشمل سباقات في القوارب لعدة أطوال مختلفة. سابعاً، التنس الطاولة، تتنافس اللاعبين في مباريات فردية وزوجية. ثامناً، الجمباز، يشمل الجمباز الفني والجمباز الإيقاعي. تاسعاً، الرماية، تتنافس في الرماية بأنواع مختلفة من الأسلحة. عاشراً، التزحلق على الجليد، تشمل التزلج السريع والتزلج الفني والتزحلق السريع على المضمار. هذه مجرد أمثلة قليلة من الرياضات التي تلعب في الأولمبياد. هناك أيضاً رياضات أخرى مثل الركب السباعي والتجديف والمصارعة والتايكوندو، والرياضات الفردية مثل الجودو والمبارزة وكذا الملاكمة. كل دورة أولمبية قد تضيف أو تحذف بعض الرياضات استناداً إلى التغييرات والمتطلبات. وفي الأخير تعتبر الألعاب الأولمبية مناسبة رياضية عالمية تجمع بين التنافس الرياضي وروح الوحدة العالمية، حيث يسعى الرياضيون من مختلف الدول لتقديم أفضل ما لديهم وإبراز اسم بلادهم على الساحة الدولية. تعكس هذه الألعاب الأمل والتفاني والروح الرياضية العالية التي تجمع بين الشعوب. نشكركم على متابعتكم لنا، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقتنا اليوم، وندعوكم للانضمام إلينا مرة أخرى في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.